فيا أيها المسلم استقم على دين الله وجاهد نفسك على ذلك بلا غلو ومجاوزة وبلا تفريط وتضييع، فإن الاستقامة يعتريها دهاءان: من الناس من يستقيم ويزين له الشيطان أمورا من الاستقامة ليست منها فيغلو يجاوز الحد كما فعل الخوارج، ظنوا أنهم على استقامة وكانوا يكثرون الصلاة، يكثرون الصيام، يكثرون القرآن. جاء في حديث ابن عباس حين أتى إلى مناظرة الخوارج قال: فأتيت قوما ما رأيت قوما مثلهم قط صلاة وخوفا وعبادة، لكن غلوا، اعتقدوا الباطل، كفروا المسلمين، قاتلوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، غلوا. وهكذا لا تفريط وتضييع. بعض الناس يظن أنه على استقامة ويتساهل ببعض أمور الدين، يقصر فيها، يضيعها. فالاستقامة هي دين الله، ودين الله وسط بين الغلو والتفريط. قال الله تعالى لنبيه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الاستقامة لها طغيان، لا تطغوا. استقيموا على دين الله دون أن يحملكم ذلك على الطغيان، بل تمسكوا بالدين كما أمر الله تعالى به وأمر به رسوله. فالمفرط يجاهد نفسه على الاستقامة على دين الله تعالى في أقواله، في أفعاله، في سمعه، في بصره، في هيئته، في سائر شأنه. والذي يزين له الشيطان أشياء من الاستقامة وهي من الغلو والمجاوزة أيضا عليه أن يراجع نفسه ويكون من أهل الاستقامة الحقة حتى ينتفع في الدنيا وفي الآخرة.